بسم الله وبذكر الله نبداو، والصلاة والسلام على رسول الله سيد الخلق وجاهنا العالي. يا حضار يا سامعين الكلام، الحكاية راها حكمة والزمان راه دوار. قالوا ناس زمان النية تغلب الحيلة، والصبر كينبت النوار وسط الحجر. اليوم في قناتكم أسرار الحكايات، غنحفروا في دفاتر الماضي ونحكيو قصة زهرة اليتيمة اللي صبرات وقاسات، وفي الأخير ربي جزاها بجنان من الياقوت والجاه. كانت زهرة بنت صغيرة نوارة في الدار، بالابتسامة ديالها كتحيي الروح، ولكن الموت خطفات ليها ميمتها وخلاها باباها بين يدين لالا منانة، المرأة اللي قلبها قاصح بحال الحجر الصم. باباها مسكين كان غايب في التجارة، ولالا منانة كانت كتستغل غيابه وتذوق زهرة المرار. كانت تخلي بناتها لابسين الحرير والذهب، وزهرة مسكينة عريانة والشقة ديال الدار كله فوق كتافها. من الفجر مازال ما طلع وزهرة في الكوزينة باردة، يديها طابو بالحكان ووجهها ولا شاحب بالتمارة والجوع. ولالا منانة غير كتغوت: زربي يا وجه النحس، جفي هاد الدار وطيبي الغدا. وإلا رجعوا البنات وانتي مازال باقا جالسه ما طيبتي ما وجدتي حتى حاجه، عرفي بلا راكي غتباتي في الزنقه مع الكلاب. واحد الليله والريح كيصفر والشتا خيط من السما، لالا منانة حلفات حتى تصيفط زهرة للغابة البعيدة باش تجيب الحطب. زهرة مسكينة خرجات والدموع في عينيها، خايفة من السبوع والدياب، ولكن خوفها من لالا منانة كان كبر. بقات غادية وكتعثر مسكينة في الشوك حتى لقات واحد الكوخ قديم خارج منه واحد النور ضعيف. دخلت زهرة ولقات عجوزة مريضة وجهها عامر بالتجاعيد، ولكن عينيها فيهم واحد الرحمة غريبة. المرأة الكبيرة العجوزة قالت لها: يا بنتي، أنا هذه سنين وأنا هنا، حتى حد ما طلع ليا ولا عطاني حتى شربة الماء. زهرة بقلبها الصافي نسات همها وشعلت العافية العجوزة وقطعت من توبها باش تضمد ليها جروحها، وعطاتها طرفة الخبز اللي كان غداها وعشاها. ديك العجوزة ما كانتش غير مرأة عادية، كانت حكيمة الغابة. شافت في زهرة وقالت لها: الصبر يا بنتي هو ساروت الجنة، والخير اللي درتي فيا اليوم غيتبعو النور في حياتك. سيري لهاديك القنت لهاديك الزاوية وهزي هاديك الجرة ديال الطين وخبيها في بيتك وما تحليهاش حتى يوصل الليل. رجعت زهرة للدار ولالا منانة شبعت فيها ضحك واستهزاء: هذه هي الغنيمة، جرة خاوية يا المسخوطة. زهرة سكتات وصبرات ودخلت لبيتها المظلم اللي في السطح. غير سدت الباب وحلت الجرة، خرج منها واحد النور اللي عمل عينين. هذاك التراب اللي كان داخلها رجع ياقوت احمر كيشعل، والبيت الصغير بدا كيتسع وكيتحول الحيطان من المرمر والرخام. لبست زهر قفطان من الحرير مرصع بالجوهر وحولها الخدم والحشم. لالا منانة ملي شافت داك الخير عماها الطمع وجرات للغابة تقلب على العجوزة، ولكن النية هي اللي كتربح. لالا منانة لقات العجوزة
ولكن تعاملت معها بقباحة والطمع. العجوزة عطاتها جرة حتى هي، ولكن ملي حلاتها في دارها خرج منها الدخان والرماد اللي كحل ليها وجهها وعيشتها، وبقات هي وبناتها بلا زواج وبلا جاه. وهكذا يا سيادي زهرة اليتيمة ولات لالة العيالات، وقصرها بقى مزار للناس باش يعرفوا باللي ربي كينصر المظلوم ولو بعد حين. وهنا غنقول لكم سالات حكايتي، وإلا عجبتكم هاد الحكاية ما تنسوش ليا الضغط على زر الاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم جميع الجديد ان شاء الله. وما تنساوش تكتبوا لي في التعاليق الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم.